النهارده ميعادنا مع أهم ممثل في القرن العشرين بإجماع آراء النقاد والفنانين، مع ابن النيل الفنان الكبير شكري سرحان، وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. من بين أفضل 100 فيلم في السينما المصرية في القرن العشرين كان ترتيبه الأول برصيد 15 فيلم، سواء أفلام بطولة مطلقة أو بطولة مشتركة مع غيره من الفنانين. كان دقيق جدا في اختيار أدواره وبتقمص الشخصية لدرجة تخليك تنسى شكري سرحان وتفتكر بس الشخصية اللي بيأديها. بنظرة سريعة لبعض أعماله تخلينا نقول إننا أمام فنان من طراز خاص. مين ينسى إمام طالب الأزهر الريفي المتدين اللي وقعته امرأة مجربة في رائعة أمين يوسف غراب شباب امرأة، ولا أبو العلا الفلاح الأجير المغلوب على أمره قدام السلطة القاهرة المتمثلة في العمدة اللي طمع في مراته في تحفة صلاح أبو سيف الزوجة الثانية، مرورا بعلي ابن الخول الأجير اللي بيحب الأميرة إنجي بنت الأسرة المالكة في رد قلبي، ولا سعيد مهران المجرم الناقم على المجتمع في اللص والكلاب. كتير وكتير من الأدوار اللي قدمها شكري سرحان وسابت أثر في ذاكرة السينما المصرية وذاكرة المشاهد كمان. مين هو بقى ابن النيل فتى الشاشة الأول وإيه قصته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. في 13 مارس سنة 1925 اتولد محمد شكري سرحان في مدينة اسكندرية من عيلة ترجع جذورها لقرية من قرى الشرقية. بعدها بكام سنة اتنقل مع أسرته للقاهرة وسكن في الحلمية في وسط القاهرة. من صغره عشق شكري سرحان التمثيل والفن. اتأثر جدا بأخوه صلاح اللي أكبر منه بسنتين اللي شفناه في فيلم الشموع السوداء مع الراحل صالح سليم ونجاة الصغيرة. كان صلاح سرحان بيشارك في فرقة من الفرق المسرحية الخاصة من عمر 15 سنة، يعني بدأ يشتغل في التمثيل. ده صلاح بقى أخوه بدأ يشتغل في التمثيل من عمر 15 سنة سنة 1938، فكان بيتابع مسرحياته على مسرح الأزبكية وكده، ومن هنا ابتدى عشقه للتمثيل. كان شكري سرحان بيحرص على مشاهدة الأفلام في سينما الهلال الصيفي اللي كانت قريبة من بيته، فكان بيتابع الأفلام اللي بتعرضها السينما دي من فوق سطح عمارة جنب السينما. كان بيجمع بعض الأطفال ويتجمعوا فوق سطح العمارة ويتفرجوا على الأفلام دي ببلاش، وكانت بتحصل مطاردة بين أطفال الشوارع دول وسكان العمارة اللي كانوا بيزعقوا لهم ويمشوهم. لكن شكري سرحان كان لما يهرب من المطاردة دي مش بيروح بيته بس، لكن كان بيجمع عيال الحارة ويعيد تمثيل المشاهد اللي شافوها على الشاشة. عشان كده أول دور مثله في حياته ما كانش على شاشة السينما ولا خشبة المسرح، لكن كان في الواقع. في يوم الناس طلعوا لهم فوق سطوح العمارة دي ومسكوهم، وكان من ضمن اللي اتمسكوا شكري سرحان. تعمل ايه بقى يا شكري؟ تروح فين وتيجي منين؟ استدعى بسرعة الممثل اللي جواه ومثل عليهم دور المغمى عليه ووقع على الارض. الناس انزعجوا جدا وخافوا من العواقب، وتلاقوا كلهم في المصيبه اللي جابها لهم الولد دوت، اللي جري يجيب كوبايه ميه، واللي راح يستلف ازازه كولونيا من اقرب صالون حلاقه، واللي بتدور في مطبخها على بصله تشممها له، وكل واحد راح في ناحيه. شكري فتح نص عينه كده لقي نفسه لوحده وراح ناطط وقال يا فكيك على البيت. وهنا قرر يلتحق بفريق التمثيل في مدرسته. في مدرسة الإبراهيمية بدأ خطواته الأولى في التمثيل. في الفترة دي اتفتح المعهد العالي للفنون المسرحية، فتقدم هو وأخوه صلاح وتخرجوا من المعهد سنة 47. الحقيقة أبوهم كان رافض تماما فكرة إن هم يشتغلوا في المسرح أو في الفن عموما، وخصوصا بالنسبة لشكري. قيل إن شكري سرحان ساب البيت مشي، قعد كام يوم بره كده كنوع من الضغط على أبوه اللي فعلا رضخ ووافق في النهاية إنه يدرس في معهد التمثيل. اتخرج هو وأخوه صلاح سرحان من المعهد سنة 1947، وكان صلاح سرحان ده الأول على الدفعة بتاعته. أما شكري بعد تخرجه كان المفروض انه هيشترك في فيلم اسمه هارب من السجن. ترشح للفيلم ده وكان هيمثله فعلا وبدأ يعمل بروفات، ولكن المخرج استبدله بالفنان فاخر وقال له خلاص معلش يبقى لك عندنا دور يعني ولا حاجه. اصيب يعني احباط شديد جدا في الفتره دي وقعد متضايق لمده 3 شهور متواصله. بعد كده اشترك في دور صغير في فيلم نادية سنة 1949، وبعدها قدمه المخرج حسين فوزي قدام الفنانة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف في فيلم لهاليبو. فيلم لهاليبو ده كان أول دور يقدمه على الشاشة بعد فيلم نادية، ومن الفيلم ده اختاروا المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلم ابن النيل. ابن النيل ده يعتبر انطلاقة حقيقية لشكري سرحان لدرجة انه تلقب بابن النيل. بعد كده توالت الأدوار على شكري سرحان وقدم مجموعة من الروائع وكلاسيكيات السينما المصرية، منها الطريق المسدود، ضرب المهابيل، وطبعا الفيلم الرائع شباب امرأة مع تحية كاريوكا، والزوجة الثانية أمام السندريلا سعاد حسني. حصل على عديد من الجوائز وكرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسام الدولة. كانت أبرز الجوائز اللي حصل عليها كان في فيلمه الشهير ليلة القبض على فاطمة مع فاتن حمامة للمخرج الراحل هنري بركات. في الفيلم ده حصل على جائزة أفضل ممثل.
الحقيقة شكري سرحان ما اقتصرتش أعماله على السينما فقط، ولكن له العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية. فبجانب رصيد سينمائي مكون من 150 فيلم، ابتداء من لهاليبو اللي قدمه سنة 1949 وانتهاء بفيلم الجبلاوي اللي أنهى به حياته الفنية سنة 1991. حصل على جائزة أفضل ممثل 8 مرات عن أفلامه اللي هي تعتبر من روائع أو درر السينما المصرية: الشباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، ليلة القبض على فاطمة، وغيرها من الأفلام. كمان حصل على جائزة أفضل ممثل من المهرجان الآسيوي الأفريقي عن دوره في فيلم قيس وليلى سنة 1960. أما التكريم الأهم اللي رد له اعتباره بعد 5 سنين من اعتزاله التمثيل وابتعاده شبه التام عن الأضواء ابتداء من سنة 91 لغاية رحيله سنة 97، كان تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي له عن مجمل مشواره. والتكريم ده كان في سياق مئوية السينما المصرية واحتفالاتها بالعيد المئوي لها. في التكريم ده اختاروا النقاد بلا منازع كأفضل ممثل لأنه فاز بعدد 15 فيلم من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وبالتالي أفضل ممثل في القرن العشرين بجانب الفنانة فاتن حمامة. امتدت رحلته الفنية 45 سنة من العطاء المتواصل. تنوعت أدواره ما بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وطبعا كان للرومانسية نصيب كبير. شكري سرحان قدم 150 فيلم ما بين البطولة المطلقة والبطولة الجماعية، لكن قام بأدوار هامشية في ختام حياته الفنية، وده خلاه يتوقف عن التمثيل في نهاية حياته. في فيلم رد قلبي نجح نجاح ساحق جدا ونال عنه جائزة الدولة الأولى في التمثيل سنة 1959. بالإضافة للأعمال السينمائية قدم أعمال إذاعية ومسرحية وتلفزيونية كمان. من أهم أعماله الإذاعية مسلسل المعدية مع الفنانة كريمة مختار، وبالنسبة للتلفزيون قدم أكتر من مسلسل، منها بيار الملح، ملك اليانصيب، والمشربية، بالإضافة لمسلسلين دينيين مشهورين جدا على هامش السيرة ومحمد رسول الله في 3 أجزاء. وكمان قدم 7 مسرحيات على المسرح، منها سيرك يا دنيا، رجال الله، يا ليل يا قمر. قلنا إنه خد جائزة الدولة الأولى في التمثيل عن أفلام كتيرة، منها الشباب امرأة، اللص والكلاب، بالإضافة لحصوله مرتين على جائزة أحسن ممثل أول عن دوره في فيلم الزوجة الثانية والنداهة، وكذلك حصل على جائزة أحسن ممثل في فيلم ليلة القبض على فاطمة، وبالتالي يعتبر صاحب أكبر نصيب من عدد الجوائز والأفلام. أما عن حياته الشخصية، أثناء الدراسة حب شكري سرحان الفنانة فاتن حمامة، لكن حبه ليها ده كان في صمت. اعترف بحبه ده لزميله وصديقه الأنتيم الفنان صلاح منصور، اللي شجعه وطلب منه إنه يصارحها بحبه، لكن شكري سرحان اتردد كتير لدرجة إن صلاح منصور اتخانق معاه بسبب الموضوع ده. قدم قدام فاتن حمامة أكتر من عمل، منهم فيلم موعد مع الحياة. وشكري سرحان كان بيرفض أساسا موضوع القبلات، لدرجة إن في بعض الأفلام ما كانش بيلمس الممثلة أساسا. في فيلم موعد مع الحياة كان في المفروض في قبلة بينه وبين فاتن حمامة، هو مبدأه معروف إن هو بيرفض القبلات، لكنه فوجئ بإن فاتن حمامة رفضت القبلة دي، فاعتبر إن ده موقف مبدئي منها مش موقف شخصي أو حاجة. لكن اتفاجئ بعد كده في فيلم صراع في الوادي إن هي طلبت من المخرج يستبدل شكري سرحان بعمر الشريف. كان عمر الشريف طبعا لسه وجه جديد بالمقارنة بشكري سرحان، وفي الفيلم ده دارت بينهم قبلة شهيرة جدا أصابت شكري سرحان بصدمة خلته يصرف نظر تماما عن مسألة الارتباط بيها. بعد كده طبعا هي اتجوزت زي ما هو معروف من الفنان عمر الشريف. اتقدم بعد كده للجواز من الفنانة سميحة أيوب. كان متخيل ان مفيش حد هيرفضه، ان اي بنت هيتقدم لها مش هترفضه، وفعلا اتقدم لسميحة ايوب وعرض عليها الجواز. قالت له اطلبني من اهلي، راح لاهلها ويطلبها، فامها وخالها رفضوه وقالوا له انت لسه في بداية حياتك وفي مرحلة التكوين، وما نقدرش ان احنا ندي لك بنتنا دلوقتي. هنا الصدمة زادت مرة تانية، لكن اتقدم للجواز من راقصة أرمينية اسمها هيرمين، اتجوزها سنة 1952 واستمر جوازه معاها لمدة 2 سنين. لكن نتيجة اختلاف الطباع فبدأت المشاكل تحصل بينهم، فطلبت منه الطلاق وهي بتعيط، وما طلقها عيط هو كمان وأهداها مع ورقة الطلاق بوكيه ورد. بعد كده قرر انه يتجوز من خارج الوسط الفني، فاتجوز من نريمان عوف اللي هي أم أولاده صلاح ويحيى. كان الفنان صلاح منصور هو أقرب أصدقائه إليه، كذلك الفنان رشدي أباظة. وحصل بينهم موقف نبيل يحسب لهم الحقيقة، وهو إن كان في منتج اسمه جبرائيل نحاس. جبرائيل نحاس ده كان واحد من أكبر منتجي السينما في العالم العربي كله، وهو صاحب استوديو نحاس الشهير اللي أنتج العديد من الأفلام الكبيرة والمتميزة. لكن السينما طبعا فن وصناعة وتجارة معرضة طبعا للمكسب والخسائر، وده اللي حصل مع المنتج جبرائيل نحاس. أنتج مجموعة من
من الافلام ورا بعض كده انفق عليها مبالغ كبيره جدا، لكن هذه الافلام فشلت وما جابتش اموال كتير. اصيب بخسائر كبيره وتوقف عن العمل في الاستوديو، وكان هيقفل الاستوديو خالص، ويعني خلاص الراجل فلس وتراكمت عليه ديون لدرجه انه ما قدرش يدفع فاتوره الكهرباء والميه اللي على الاستوديو. فكر شكري سرحان ورشدي أباظة في الموضوع ده، وقرروا ان هم يمدوا ايديهم للراجل اللي كان ليه دور كبير في السينما المصريه. فعرضوا عليه ان هم هيمثلوا معاه فيلم بدون اجر، انتج لنا فيلم هنشترك فيه ونشتغل فيه ومش هناخد اجر. واقنعوا المخرج والمؤلف ومجموعه كبيره من الفنانين والفنيين انهم ما ياخدوش اجورهم من المنتج. وفعلا اتشجع جبرائيل نحاس وانتج فيلم اسمه احلام البنات. كان فيلم رومانسي بطوله رشدي أباظة وشكري سرحان، والفيلم ده نجح وقدر يعوض خسائر اللي خسرها المنتج جبرائيل نحاس، ورجع للإنتاج مرة تانية. يعني زمان كان قيم موجودة، مش بنقول بس زمن الفن الجميل من فراغ، لا، كانت المشاعر نفسها موجودة وفي عطاء. هنا كانت بتختفي المصالح والقيم هي اللي بتعلو على كل شيء. كان له أخين، صلاح سرحان الأخ الكبير اللي كان قدوة ليه ويعتبر أبوه الروحي، وأخوه اللي أصغر منه ب5 سنين سامي سرحان الممثل اللي اتعرف بأدواره الكوميدية. واللي ما يعرفوش ناس كتير ان شكري سرحان هو خال المطربة سوزان عطية. قلنا ان صلاح سرحان كان الاخ الاكبر لشكري، هو كان اكبر منه بسنتين الحقيقة، مواليد 1923. ما كانش بس الاخ الاكبر لشكري سرحان، لكن كان النموذج والقدوة في الحياة وفي الفن كمان. لكن توفى في سن صغير، كان تقريبا حوالي 40 سنة. فأصيب شكري سرحان بصدمة أو حالة اكتئاب قعدت معاه فترة كده، وامتنع عن التمثيل وامتنع عن أي نشاط في الحياة لفترة طويلة قبل ما يتجاوزها ويبدأ يرجع لحياته مرة تانية. شكري سرحان ما كانش بس الممثل الأول أو الفنان الأول في مصر، لكن كان نموذج وقدوة لشباب عصره. فكانوا بيقلدوه في طريقة لبسه ومشيته، حتى تسريحة شعره كانوا بيقلدوه فيها، فتحة القميص كده من عند مقدمة الصدر، تانية نص الكم كده، نموذج أو قدوة لكتير من الشباب. لكن في الحقيقة كان قدوة حسنة، لأنه كان من الفنانين اللي ما فيش أي غبار يصير حواليهم، لم تشع عنه أي إشاعة، لم يضبط مرة في عمل مسف أو عمل فاقد للقيمة. كل أعماله كانت هادفة وكان ليها دور ورسالة، لأنه كان بيحرص على اختيار أدواره اختيار دقيق جدا. بدأت نهاية الفنان شكري سرحان بمقدم الجبلاوي، وابتعد عن الأضواء تماما من سنة 1993 لغاية رحيله سنة 1997. اعتكف في بيته وما بقاش يخرج، وقضى أيامه كلها في الصلاة والصوم والقيام وقراءة القرآن، لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب عاشق القرآن أو المتعبد بالقرآن. دي كانت السيرة الذاتية لواحد من أهم إن لم يكن أهم ممثلي السينما المصرية في القرن العشرين على الإطلاق، الفنان الكبير شكري سرحان ابن النيل. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا.